تخيل كده معايا ان في شركه جت قالت لك خد الفلوس دي واعمل لنا شويه اعلانات او اصرفهم على الاعلانات. فانت تقول له سهله بسيطه يعني، ما تشيلش هم. يقول لك طب هي النتائج ممكن تبقى فرنج قد ايه تقريبا؟ فانت تقول له والله ممكن انت هتصرف قد كذا، ممكن نصرف مبلغ في اليوم قد كذا. فانت يجي لك مثلا 10 اوردرات في اليوم، يجي لك 15 اوردر في اليوم، يجي لك 15 ليد في اليوم، وات ايفر انت طبعا بتعمل الاعلانات على ايه. والتاني يقول لك خلاص تمام. يجي يسالك سؤال كده يقول لك طب لو صرفت وما جابوش مبيعات او ما جابوش يعني نتائج او كده، فانت تقول له ازاي؟ عيب عليك، طبعا هتجيب نتائج وطبعا هتحقق اللي انت عايزه واللي انا بقوله لك ده. ما تقلقش، احنا بس هنصرف الفلوس دي وما تقلقش ان شاء الله الاعلانات هتجيب كده. طب يعني يطمع شويه يقول لك طب لو المبلغ ده خليته كذا، يعني عاوز يضرب الضعف. مثلا هو كان بيديك 100,000 مثلا لميزانيه الاعلانات، فعايز يخليهم مثلا يقول لك طب لو مليون. ما هو بقى بيطورها في دماغه. ما انت قلت له ال 100,000 دي هتجيب لك مثلا على مدار 10 ايام او مدار 15 يوم هتجيب لك مثلا 15 20 30 اوردر في اليوم. فهو بقى بيضربها، بيقول طب انا لو خليت المبلغ ده 10 اضعاف هل النتائج تبقى 10 اضعاف؟ فطبعا في ناس بقى بتقول له اه طبعا هتبقى اكتر، وفي ناس تقول له لا ده احنا هنزيد بس حاجات بسيطه، طب خلينا نجرب بدي. يبقى خايف او مقلق شويه. وات ايفر طبعا السيتويشن، تيجي يتم الموضوع وصاحب الشركه او صاحب البيزنس يروح ينام، وكل يوم يقوم يفتح الداشبورد يبص كده يلاقي في الاف بتتصرف ولسه برضه مفيش نتائج. في الاف بتتصرف والنتائج بسيطه جدا. والتاني طبعا بيقول له لا استنى كمان يومين، استنى كمان شويه بس لما الالجوريزم بس يقرا الاعلان ويعرف المستهدفين ويشتغل، بس اصبر انت مستعجل ليه؟ وده ينام ويصحى ويلاقي فيه الافات برضه اتصرفت وبرضه هو قاعد قلقان مش عارف يعمل ايه. هنا بقى بتفهم وقتها ان الميديا باير مش اي حد، وان الميديا باير فعلا مش الشخص اللي بيدوس على بوست ويعمل اعلان زيك وخلاص. الميديا باير ده الشخص اللي بياخد فعلا قرارات بفلوس حقيقيه وبيتحاسب على النتائج وبيبقى فاهم كويس هو بيعمل ايه. النهارده هنتكلم عن وظيفه الميديا باير بالتفصيل الممل، علشان دي اكتر وظيفه فيها لغط وغلط كبير جدا في مفاهيم بين الناس، بين الناس اللي اوريدي اصلا بيشتغلوا المهنه دي وبين الناس الثانيه اللي بتحتاج تلجا للمهنه دي، سواء من اصحاب شركات او اصحاب اعمال او حتى بيوظف حد من ضمن فريق الماركتنج او حتى الماركتير نفسه، انه امتى يلجا للميديا باير ويعني ايه ميديا باير بالتحديد. في الحلقه دي هنعرف كل حاجه عن الميديا باير، فتابعني لحد اخر ثانيه في الحلقه دي علشان تفهم كل شيء عن الوظيفه المثيره للجدل دي. ميديا باير. طب خلينا الاول نعرف كده بالعقل وبالتفصيل ايه هي الميديا باير او ايه تاريخ الميديا باير. الميديا باير دي كوظيفه هي حرفيا شخص بيشتري مساحات اعلانيه، دي المعنى الحرفي للوظيفه، ان الميديا باير ده الشخص اللي بيشتري المساحات الاعلانيه. تاريخيا من قبل الانترنت ومن قبل الفيسبوك وجوجل وكل الاعلانات وكل المنصات الاعلانيه دي ومكان الانترنت كمكان اساسا للاعلانات، كان الميديا باير ده الشخص اللي بيشتري المساحات الاعلانيه او بيحجز المساحات الاعلانيه سواء في التلفزيون او في الراديو او في الجرايد او في الاوت دور او غيرها اماكن كتير قوي. ده شخص بيشوف ايه الخامه الاعلانيه اللي هتقول عن عرض او تحكي عن شركه او تقول ان الشركه دي بتبيع المنتج ده او الخدمه دي، ويشوف الاعلان ده ايا كان هو صوره فيديو ايا كان ايه هو، وهيشوف هو هيعرضه فين بناء على مين الناس اللي اوريدي بيشوفوا المنصه دي. يعني لو في التلفزيون بيختار القناه بعينها وبيختار البرامج بعينها اللي هتبقى فيها الفواصل الاعلانيه بتاعته. بيشوف مثلا بالنسبه للجرايد هو هينزل في انهي صفحه او هينزل بعد انهي عمود او هينزل في انهي صفحه بالترتيب. كل الامور دي كانت زمان هو اللي بيختارها الميديا باير. شخص بيشتري مساحات اعلانيه، شخص بيوظف الاعلانات في المساحات الاعلانيه المختلفه وفقا لقرارات ودراسات، مش بس كده هوجائيا. يعني مش بيعمل الاعلان وباي ديفولت لازم ينزل في كل الجرايد وينزل في كل القنوات الاعلانيه وينزل في كل مساحات الاوت دور، لا، هو شخص بيختار بعنايه الفئه اللي هتبقى فعلا بتعدي من الطرق دي، هي الفئه اللي اوريدي بتشغل القنوات دي او بتتابع البرامج دي. فهنا بيبتدي يختار المساحات بتاعته ويشتري عليها المساحات الاعلانيه. ولكن طبعا لما الانترنت ظهر وظهرت المواقع الالكترونيه وظهرت المنصات بكل انواعها، من ايام المنتديات زمان لو تفتكروا لحد السوشيال ميديا لحد السيرش انجن جوجل لحد كل المساحات الاعلانيه اللي على الانترنت التي لا تعد ولا تحصى، الديجيتال ماركتنج غير شويه في المفهوم. والميديا باير ده غالبا بنتكلم عن الشخص اللي بيدير وبيشتري البيد ميديا عبر منصات الانترنت المختلفه، طبعا زي ميتا وجوجل وتيك توك وغيرهم. فبمعنى ابسط، عندي بادجت وعايز اوصل بيها للشخص المناسب واوصل بيها للفئه المستهدفه المناسبه بالرساله المناسبه على المنصه المناسبه بافضل تكلفه ممكنه. ده حقيقيا هو جوهر وظيفه الميديا باير. طيب لسه برضو عندك السؤال اللي محيرك ومحير ناس كتير قوي، طب هو فعلا الميديا باير بيعمل ايه؟ في ناس بتعمل فيديوهات كتير وبتتكلم كتير وماركتيرز كتير وناس كتير جدا بتقول والله الميديا باير ده شخص او وظيفه ملهاش وجود او وظيفه ملهاش داعي قوي او وظيفه ملهاش لازمه، هو كلام كتير قوي. فخلينا بقى نعرف بالظبط الميديا باير الحقيقي هو بيعمل ايه علشان انت تقدر تقيم موضوع الميديا باينج او الميديا باير. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا،
عشان في ناس كتير جدا متخيله ان الوظيفه ان كامبين وبوست بوست ودن وشكرا. الحقيقه اكبر من كده بكتير. فقبل ما الميديا باير بيعمل الاعلان المفروض بيفهم حاجات كتير قوي. بيفهم الاول احنا بنبيع ايه، تمام؟ بيفهم ان احنا بنودي الرساله الاعلانيه دي لمين، بيفهم ليه العميل بيشتري اساسا، بيفهم مين المنافس، بيفهم هدف الحمله كلها على بعضها هو ايه، بيفهم البادجت ده كام واحنا هنصرف كام علشان نجيب كام وهل ده رقم كويس ولا لا. بعدها بيبدا حاجه اسمها الكامبين ستراكشر. يعني لازم اساسا يا جماعه الميديا باير ده يكون فعلا فعلا فاهم يعني ايه تسويق ويعني ايه اعلان، ايه اصلا الاستراكشر بتاع الحمله الاعلانيه وايه الاستراكشر الحقيقي بتاع الاعلان، ويفهم كل المسميات والامور، مش بس شخص قاعد بيدوس على الزراير وعارف ازاي يدورها وخلاص. لا لا لا، هي اكبر من كده. بيشوف كامبين ستراكشر، بيشوف اودينس وتارجتنج بجد وبيحط احتمالات، بيشوف الكرييتيف وبيعمل كرييتيف تيستنج بالاي بي تيستنج، بيشوف البادجت الوكيشن هصرف هنا كام كام كام، وجوه الكامبين هصرف على كل مكان عرض كام، هنا كام هنا كام هنا كام. وبعد كده بيبتدي في موضوع ضبط التراكنج، تمام؟ وبعد كده بيبتدي يجرب شويه وبالاي بي تيستنج، وبعد كده يعمل اوبتمايزيشن، بعد كده يبتدي بعد كام يوم يعمل حاجه اسمها سكيلينج. فالموضوع مش تشغيل اعلانات وبس يا جماعه، الموضوع بجد قرارات تسويقيه واعلانيه مهمه جدا، تنم عن خبره وعن فهم وعن امور كتير قوي، مش بس شخص قاعد عارف في الداشبوردز وقاعد بيدوس على ازرار وخلاص. تعالى بقى ناخد اهم حته في الفيديو النهارده، هي يوم بقى كامل في حياه المسكين اللي الناس كلها بتقطع فيه ده، اللي اسمه الميديا باير. تعالى كده نقول نعيش يوم كامل معاه هو بيعمل ايه. الراجل ده كالعاده طبعا زي كل الناس بيصحى الصبح، بيفتح بقى كل ايه الداشبوردز قدامه، ويفتح الميتا ادز مانجر، ويفتح الجوجل ادز، يفتح التيك توك ادز، وبيفتح الجي اي 4 والداشبورد وكل حاجه. مش بيفتح بقى الفيسبوك فيدز ويقعد يقلب ويشوف السوشيال ميديا، لا، يقعد يبص دايما على صرف كام، والسي تي ار او الكليك ثرو ريت، السي بي سي، السي بي ام، السي بي اي، الكونفرجنز، الار او اس. بيقعد يبص على كل الارقام ويمسك ورقه وقلم ويقعد يشوف الاختلاف بين امبارح والنهارده، تحقيق الحاجات على ارض الواقع بين امبارح والنهارده، ويتصل بالناس ويشوف السيلز ويتابع ويشوف ويقرر ويفكر ويشوف ويعمل حاجات كتير قوي قوي على الصبح علشان كده. ويبدا يسال بقى ليه الحمله دي صرفت زياده شويه، ليه السي بي اي ده زايد شويه، الاعلان ده بدا يحصل حاجه اسمها الكرييتيف فاتيج. والكرييتيف فاتيج ده يا جماعه انه لكل اعلان بيظهر للناس هو في حاجه اسمها فريكونسي او اد فريكونسي. فالفريكونسي ده اللي هو كام مره الاعلان ده جالك انت نفس الشخص، تمام؟ الاعلان ده لما بيعدي مرحله معينه من الفريكونسيز على مجموعه من الناس بيبقى خلاص الناس زهقت. عارف لما انت تبقى قاعد كده في التلفزيون وتقول الاعلان ده بقى له شغال سنه، احنا زهقنا منه يا عم، الاعلان ده خلاص ما تعملوا اعلان جديد. ده بيسموه الكرييتيف فاتيج. انت خلاص ما بقتش قادر تشوف نفس الماده الاعلانيه بنفس الصوره بنفس الزمن بنفس الطريقه بنفس كل شيء، فبتحتاج ان انت تغير، تمام؟ فده يعني سريعا سريعا لحد ما نشرح حاجات زي كده في فيديوهات، ايه موضوع الكرييتيف فاتيج. ليه السي تي ار ده نزل، ليه هنوقف مثلا ادست معينه ونسيب ادست، بنزود بادجت، لا طب نقلل بادجت، عايزين نغير كرييتيف، لا نستنى شويه. امور كتير قوي هو بيفكر فيها، وده تحديدا هو جوهر الوظيفه دي. وهنا بقى بتبتدي لعبه القرارات في الموضوع. فتخيل كده مثلا معايا في مثال سريع، الكامبين دي كامبين ايه صرفت 5000 والريفينيو بتاعها 25000 وات ايفر العمله يعني. الكامبين دي صرفت برضه 5000 بس الريفينيو بتاعها 6000 او 7000. طيب هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ الامور هتمشي ازاي؟ هنا بقى الميديا باير مش بس شغلته انه بيقعد يبص على الارقام وده حلو وده وحش، لا، شغلته بقى انه هنا ياخد قرار. هل يا ترى يوقف هنا ويشغل هنا، ولا يوقف الاثنين ويعمل حاجه ثالثه، ولا ده يعني بالطبيعي هو قرار الميديا باير. يوقف بيه، يقلل بادجت، يقلل ميزانيه لايه، يعمل كريتيف جديد، يغير اودينس، يغير حتى اللاندنج بيج كلها على بعضها. كل ده برضه هو من قرارات الميديا باير. فقيمه الميديا باير مش انه بس بيعرف يفتح الاد مانجرز وبيقدر يشغل الازرار ويعمل البوست بوست والكلام ده، لا، قيمته خد بالك بقى من الحته دي في جوده القرارات اللي هو بياخدها من البيانات. جوده القرارات اللي بياخدها من البيانات، يعني هو قادر يحلل ويقرا وياخد قرار بناء على قرايته للبيانات والتحليلات والسوق. طيب خليني كده ارجع اقول لك على حاجه للي اتفرج على حلقه البرفورمانس مانجر. هتقولي طيب استنى، مش ده اللي قلناه الحلقه اللي فاتت عن البرفورمانس ماركتنج؟ ايوه، وفي نقاط تقاطع كبيره جدا بين البرفورمانس ماركتير والميديا باير، ولكن بشكل مبسط جدا ركز في الحته دي، ان الميديا باير بيكون تركيزه الاساسي على البيت ادفرتايزنج، تركيزه على الكامبينز، على البادجتس، على البيدنج، على الاودينس، على الكرييتيفز، على الاوبتمايزيشنز، على السكيلينج. ولكن البرفورمانس ماركتير عنده بقى نظرته اوسع شويه، بيبص على الفول بيرفورمانس فانل، يعني بيبص على الموضوع كله من فوق ككل، مش بيبص بس على الكامبينز دي ولا على الكامبينز دي ولا على الويب سايت كاورجانيك كاس اي او او اس اي ام، ولا بيبص على ده، هو بيبص على نظره شامله على البرفورمانس كله على بعضه، على الاكوزيشن، على الكونفرجن، بيبص على اللاندنج بيجز كلها وبيراجعها شبه يوميا، التراكنج، الاتريبيوشن، وده جزء مهم جدا وفهم اكبر بكتير من شغل الميديا باينج، الريتنشن احيانا، الكاك والال تي في. ال تي في دي حاجه مهمه جدا وبتتحسب بمعادلات وعايزه مراقبه ان كان بقى للسي ار ام او لتاريخ المبيعات بتاعتك او كده، الريفينيو. فبيبص بنظره اوسع لامور كتير قوي. فالميديا باينج هو جزء من البرفورمانس ماركتير، يعني جزء من المنظومه بتاعه البرفورمانس
للشركه كلها، او بالبرفورمانس ادفرتايزنج يعني كده. لكن حسب الشركه طبعا ممكن تلاقي الوظيفتين متداخلين شويه او بيعملوا نفس الحاجه تقريبا. فده بالنسبه لحته الميديا باير والبرفورمانس ماركتير. هقول لك بقى على اكبر كذبه في مجال الميديا باير او في المجال عموما، ان في شخص عنده السيكريت سيتنجز، عارف اللي هو سر الاسرار. تلاقي واحد يقول لك انا مثلا عملت كامبين، الكامبين دي نجحت، عملت سكيل كويس جدا وعملت شغل كويس جدا وجابت ريفينيو قوي جدا، اقوم بقى نازل على لينكدين وعلى الفيسبوك بتاعي وعلى السوشيال ميديا بتاعتي واقول ده اتشيفمنت، هو بالفعل اتشيفمنت، واقول لك لو انت عاوز زي ده ابعت لي دي ام، او لو انت عايز تعمل زي ده انا هقدر اقول لك انا عندي اسرار الاسرار في الموضوع، او اقول لك سر نجاح الاعلانات على سر مش عارف. هي الموضوع يعني ما فيش فيه اسرار، تمام. احنا خلينا نقول في المجال ان ما فيش حاجه صح، ما فيش حاجه غلط، لكن في حاجه رياليستيك، في حاجه لوجيك. يعني ايه رياليستيك ولوجيك؟ يعني انت بتعمل شغل، الشغل ده متوافق جدا مع العرض ومع الكرييتيف اسيت اللي انت بتقدمه ومع الجمهور اللي بالصدفه انت بيشوفك وبيشوف الاعلان وكان مستني العرض ده وعنده نيد، والوقت او التوقيت عامل مهم جدا. ففي امور كتير على بعضها جوه الكامبينز بتكون سبب ان الكامبين دي تبوم، او الكامبين دي تبقى عاليه متوسطه في المبيعات والشغل، والكامبين دي لا قدر الله تموت. ففي اسباب كتير جدا جدا، ومفيش حد يقدر يقول انا معايا سر الاسرار او معايا التوليفه او الزتونه في الموضوع. الموضوع ده ما بيجيش كده خالص على فكره. هو المجال ده كله على بعضه كتسويق او احنا كمسوقين عاملين بالظبط كده زي السباحه وعاملين زي السواقه، ملهاش كبير، كل يوم في جديد، والظروف والتوقيت وطبعا توفيق ربنا قبل كل شيء بيحكم حاجات كتير قوي. على الاقل انت بس تكون عارف الحاجات الرياليستيك واللوجيك في الموضوع وفي المجال وفي الماركتنج ان جنرال علشان تقدر تشتغل وتشغل الامور دي. فما فيش زرار سحري بيظبط الكلام ده، لان الاعلان لو المنتج نفسه ضعيف، السعر غلط مثلا، الاوفر ده مش احسن حاجه، وفي ناس منزله اوفرات احسن، اللاندنج بيج بتاعتك سيئه جدا ووحشه جدا، او السوق اصلا رافض المنتج في الوقت ده ومش عاوز المنتج. فالميديا باير مش ساحر، مش شخص يعني معاه سر الاسرار والتوليفه اللي ما حصلتش. ده لو ضغط الزر ده او عمل لك نفس التكنيك اللي هو عمله مع غيرك ده من المنافسين، فهو هيلبق معاك جدا وهيشتغل، وهتلاقي الكامبين بتاعك بتبوم. الاعلانات ممكن تضخم نجاح بزنس هو اوريدي واخد الطريق وجيد، يعني هو في بدايات انه بزنس كويس، منتج كويس او خدمه كويسه، لكن برضه ممكن تضخم مشاكل بزنس سيء. يعني لو انت عندك البيزنس ده اصلا وحش والفيدباك عليه وحش سواء كخدمه او كمنتج، فانت ممكن تضخم الاراء السلبيه. لو هنا عملت كامبينز وعملت شغل اعلانات وعمال برضه بالعافيه عايز تفرض المنتج بتاعك والخدمه بتاعتك دي على السوق، فهنا بيقلب معاك حاجه اسمها التسويق السلبي، وهنبقى نتكلم عليه في فيديوهات تانية مستقله. الكرييتيف اهم مما تتخيل. يعني زمان كان جزء كبير جدا من اللعبه شغل التارجتنج والجمهور المستهدف وكده، لكن النهارده المنصات نفسها بقت اذكى بكتير جدا في ايجاد الجمهور المناسب. يعني ده جزء هنتكلم فيه دلوقتي في الحلقه، موضوع الاي اي فيرسز الميديا باير. فالمنصات بقت اذكى قوي انها تحقق ان هي تودي يعني الاعلان بتاعك لجمهور مستهدف او كده. فده معناه ان الميديا باير الموجود دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه محتاج انه يفهم الهوكس كويس قوي، يفهم الانجلز بتاعت الكرييتيف بتاعته او كده، الاوفرز، يفهم اليو جي سي كويس قوي، يفهم الفيديو ادز اصلا ككونسبت وكتكوينه وكستراكشر وكميكانيزما بتمشي ازاي، الستاتيك ادز يفهمها، الكرييتيف تيستنج نفسه يبقى فاهمه. مش لازم يكون يعني ديزاينر ولا فيديو اديتور ولا كده، بس على الاقل لازم يعرف ليه الكرييتيف ده بيبيع وليه ده. يعني في حاجه كده دايما بتقول، كان عبد الوهاب مطوع كان زمان بيقول ايه، القارئ جيد كاتب جيد. يعني ايه؟ يعني انت كل ما تقرا كتير كل ما تعرف تكتب كويس. نفس الحال بالنسبه للموضوع الكرياتيف، كل ما تشوف كتير كل ما عقلك يتفتح كتير، كل ما تقدر ان انت تضيف حاجه جديده او تكريت حاجه مبدعه او حاجه فيها تجديد او حاجه كده. لكن لو شغلك بقى كله ماشي على تارجتنج بلس انترستس ومش عارف ايه والكلام ده، فانت محتاج تطور نفسك كتير، او ما ينفعش تقول لنفسك كلمه ميديا باير حقيقي. تمام. كالعاده بقى طبعا الحقيقه اللي مش كتير بيقولها لك عن موضوع وظيفه الميديا باينج، هي الميديا باينج من المجالات اللي بتخليك فعلا تحس انك في يوم عبقري جدا وانك ما حصلتش ومحقق نتائج جامده جدا، وسبحان الله تاني يوم تحس انك فاشل جدا وان انت اسوأ حد في الدنيا، وان انت محتاج ان انت تطور نفسك كتير وتعرف كتير. طب الكامبين شغاله ممتازه، فجاه تاني يوم تلاقي السي بي اي عادي، السي تي ار نزل، تلاقي الار او اس نزل، والاداره ايه يا جماعه اللي حصل، وانت انا كمان والله زيكم عايز اعرف ايه اللي حصل. تمام. لكن هنا بيبان بقى الشخص فعلا الواثق من نفسه، الفاهم، الدارس، المحترف بجد، مش بس الشخص بيدوس بوست والكلام ده. فمش اللي بيبانك وفاهم يقوم يغير كل حاجه بقى ويبوظ كل حاجه، اللي هو طب عارف اللي هو ايه، طب انزل عمرو ولا واطلع مش عارف مين. لا، الارتجال ده والبرجله اللي بتحصل دي شخص لا مش دارس ومش فاهم ومش هادي ومش راسي كده. لكن في الاول بقى المفروض تعمل ايه؟ واحده واحده كده، بمسك ورقه وقلم وابتدي اعمل اناليسيس بتاعتي، انالايز الموضوع، اشوف كده الدنيا ماشيه ازاي. طب اعمل تيست بسيط، طب اتعلم من التيست ده في خلال يوم اثنين ثلاثه بالكثير، طب ابتدي اوبتمايز تاني واهدى وابقى راسي واظبط واشوف. وفي الاول اصلا انا ما ينفعش ادخل بكل قوتي في كامبينز وشغل وكده من غير ما تست وارستق الامور كده واظبط
الدنيا بتاعتي. طيب مميزات بقى وظيفه الميديا باير، خلينا نمسكها برضو كده مميزات وعيوب عشان برضو الناس كلها تبقى متخيله وفاهمه. في مهاره مرتبطه طبعا مباشره بالمال، انه اي مهارات في الدنيا مرتبطه بالمال في حته زياده المال او زياده الاستثمار او الكلام ده، هي مهمه ومطلوبه جدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت شخص ايا كان بيرفورمانس ماركتير بقى، جروس ماركتير، ميديا باير، فانت شخص بيلعب بالارقام، شخص بيلعب بالفلوس زي ما بيسموها، ان انا هستثمر رقم معين من الفلوس عشان اوصله لرقم معين من الفلوس هو ازيد بالفعل. فالشركات بتقدر الشخص اللي بيقدر يساعد في تحقيق الريفينيو. اي شخص بيقدر يساعد في تحقيق الريفينيو هو مهم بالنسبه للشركات. طبعا هي وظيفه ريموت فريندلي، يعني تقدر ان انت تدير كامبينز وتشتغل وكده من اي مكان في العالم طالما عندك انترنت. شركه برضه هي وظيفه فريلانسنج شويه، يعني تقدر تشتغلها از فريلانسر، مش شرط تكون موجود جوه الشركه او جوه البلد او كده. من اقوى المجالات اللي ممكن تقدم فيها خدمه فريلانسنج. الكارير جروث، انت ممكن تبتدي بحاجه بسيطه قوي، انك تبقى لسه جونيور ميديا باير صغير كده بتجرب في حاجات، بعد كده توصل ميديا باير، بعد كده تعدي سينيور ميديا باير، بعد كده توصل بيرفورمانس ماركتير، وبعد كده تعدي بقى لحد ما توصل برضه بيرفورمانس ماركتنج مانجر، لحد ما توصل للهيد اوف بيرفورمانس او الهيد اوف كروز، وات ايفر انت ايه خدت او سلكت انهي طريق من الطرق دي. هتتعلم بزنس فعلا. يعني شغله الميديا باينج فعلا بتعلمك البيزنس ده لو انت حطيت الموضوع في دماغك وفهمت موضوع الماركتنج والسيلز كويس، انك بتتعامل مع كاستمرز واوفرز، بتتعامل مع برايسنج، بتتعامل مع فانلز، بتتعامل مع ريفينيو، بتتعامل مع داتا، بتتعامل مع حاجات كتير قوي. طيب عيوب الوظيفه دي ايه؟ خلينا نقولها كده بوضوح وصراحه. برضو نفس الفكره بتاعت البرفورمانس والكروس، هي برضو اي شيء بتتعامل فيه مع المال او بتتعامل فيه مع الريفينيو، فانت دايما تحت ضغط لانك بتتعامل مع فلوس حقيقيه. يعني الفلوس دي تكسب وتجيب شغل كويس، الفلوس دي للاسف تخسر. فلما كامبين تصرف 20,000 ومفيش اي نتيجه، معلش محدش هيقول لك معلش، مفيش اي حد هيقول لك معلش الا الفلوس. تمام. المنصات دايما بتتغير باستمرار زي ما قلنا، الميتا ابديت، الجوجل ابديت، برايفسي تشينجز، تراكنج سيتنجز بتتغير، الاي اي كل يوم عمال يلعب في امور ويغير في امور، فانت على طول الوقت محتاج تتعلم باستمرار. احيانا عشان ما حدش ياخدها كلمه ويقعد يشتغل بيها كتير، احيانا بتتحاسب على حاجات هي مش غلطك اصلا. يعني المبيعات ضعيفه اصلا فالاعلانات وحشه، الويب سايت واقع يعني ده من التكنيكال مش من عند حد، برضه الاعلانات وحشه، السعر اغلى من المنافسين اساسا، السعر اللي حضرتك حاطه ككوميرشال اغلى، برضه الاعلانات وحشه. ففي كل الاحوال انت دايما بتشيل احيانا اجزاء هي مش من وظيفتك او مش من مسؤوليتك، ولكن في الاول وفي الاخر برضو بنرجع نقول ان الاحتراف انك تكون في كوميونيكيشن كويس ومتصل بكل شيء حواليك، مش منعزل او منفصل. فلازم تكون على درايه بامور كتير جدا. النتائج مش دايما ثابته، فالكامبين ناجحه النهارده مش شرط ان هي تفضل ناجحه للابد، ممكن بعد ايام تلاقي النتائج قلت، محتاجه تغيير، محتاجه تغير كرييتيف، محتاجه تغير في سيتنجز، محتاجه تغير اصلا العرض او الاوفر اللي انت مقدمه. فعلى طول مش النتائج ثابته في موضوع الاعلانات. كالعاده نيجي للحته بتاعت هل الوظيفه دي مناسبه ليا. يعني انت سمعت كلام كتير وكده، فالوظيفه دي مناسبه او حتى الوظيفه دي مناسبه ان احنا نختارها ضمن التيم بتاع الماركتنج، او انا كصاحب شركه عايز اجيب حد يعمل لي اعلانات فاروح اجيب ميديا باير او كده. فاعرف شويه من المميزات او السمات للميديا باير الكويس. فاعرف لو انت بتحب الارقام، انت بقى كميديا باير بتحب الارقام برضو، بتحب التحليلات وشغل التحليلات والداشبوردز وكل الدوشه دي، بتحب التجارب وتجرب، بتحب تاخد قرارات، شخص اصلا ديسيشن ميكر، بتحب تاخد القرار، بتحب زي ما قلنا دايما في كل الوظائف المنافسه، حتى لو هتنافس نفسك وتعلم نفسك، بتحب تحل المشكلات، مش بس تجيلك المشكله فانت تقول خلاص انا مش هكمل في المجال ده وهاخد حاجه تانية. لا، هي فيها مشكلات كتير وهتبقى دايما عندك القدره على حل المشكلات، عندك شغف التعلم المستمر، بتحب تتعلم. فيعني حاجات كتير من دي احنا ممكن اتكلمنا عنها كتير في البرفورمانس ماركتنج والجروث. فاعتقد ان انت هتبقى مناسب للتراك ده او مناسب للوظيفه دي. لكن لو انت بالعكس تكره الارقام، بتتوتر جدا من اقل ضغط او من اقل مشكله، مش بتحب اصلا تشيل مسؤوليه من الاخر، لان الموضوع فيه شيل مسؤوليه كبير جدا، عايز شغل ثابت وروتيني والدنيا تبقى ماشيه كويس، مش مستعد اصلا تتعلم باستمرار ووقتك ضيق، ومش عارف تتعلم كل يوم او تخصص كل يوم نص ساعه او ساعه للتعلم، فراجع اختيارك. لان الميديا باينج زيها زي البرفورمانس زي الجروث من المجالات الصعبه جدا، واللي محتاجه ابديتس على طول ومحتاجه شغل على طول. سريعا نراجع مع بعض اهم المهارات المطلوبه للوظيفه دي كتكنيكال سكيلز. طبعا المنصات اللي لايك ميتا ادز، جوجل ادز، تيك توك ادز، مش بس انك تعرف تشغل وتدوس على زراير، لازم تبقى فاهم الميكانيزم الطبيعيه لشغل الاعلانات وللكامبين ستراكشر الطبيعي، عشان تبقى متخيل كيف تدار الامور قبل ما تتعلم منين بيودي على فين على اي منصه او كده. الجي 4 طبعا، والجي تي ام، جوجل تاج مانجر يعني، والكونفرجن تراكنج، والاي بي تيستنج، والكامبين اوبتمايزيشن، والبادجت مانجمنت، والريبورتنج، والاي بي تيستنج، والاكسل، والجوجل شيتس. كل دي ومهارات اكثر بكتير، كل دي مهارات انت محتاج تمر عليها علشان تتعلم كويس جدا ازاي فعلا تدير حمله اعلانيه او تشتري مساحات اعلانيه. ودي الادوات. لكن طبعا الادوات مش لوحدها بتخليك ميديا باير شاطر زي ما قلت، ده اللي بيخليك ميديا باير شاطر، ان انت فعلا تكون فاهم يعني ايه ميديا باينج، وازاي اشتري مساحه اعلانيه كويسه في مكان كويس باعلان او اوفر كويس علشان اقدر احقق منه دخل كويس. المهارات بقى الاهم
كالعاده طبعا الاناليتيكال ثينكينج، البروبلم سولفنج، الاندرستاندنج الكاستمر سايكولوجي زي ما بنقول، اللي هو نفسيه كده المشتري او العميل، تبقى انت فاهم ليه بياخد القرار. الكريتيف ثينكينج والبزنس اندرستاندنج والديسيشن ميكنج، دي نقط فارقه جدا 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 مع اي ميديا باير موجود. طيب من اهم الماتريكس اللي انت لازم تكون فاهمها ودايما تخلي الشاشه فيها الماتريكس دي كل ثانيه انت بتبص عليها، السي بي ام طبعا، وهي موضوع تكلفه الوصول. السي تي ار، هل الاعلان ده قادر يخلي الناس تضغط على الاعلان وتخش تشوف تتفرج ولا لا. السي بي سي، تكلفه الكلاكس نفسها. السي في ار، كام واحد تحول حقيقي. السي بي اي طبعا، والسي بي ال، تكلفه الحصول على النتيجه الحقيقيه اللي حصلت. الار او اس، رجعنا كام مقابل الانفاق اللي احنا نفقناه على الاعلانات دي. لكن خلينا نقول حاجه مهمه جدا، ما تقعش دايما في فخ انك تحكم على كامبين من مترك واحده او اثنين او ثلاثه. انت محتاج لكل كامبين تحدد ايه الماتريكس المؤثره والقابله للقياس في هذه الحمله، ومنها تبتدي تحدد. يعني السي تي ار الممتازه دي مش معناه ان البيزنس ممتاز والكامبين ممتاز والدنيا شغاله، معناه ان في كليكس كتير وبرده ممكن تكون المبيعات صفر عادي جدا. فدايما خلي الموضوع يمشي على حسب ما انت محدد اصلا ايه الهدف من الكامبين كاوبجكتيف، واحنا محتاجين نقيس الهدف ده ازاي، ونبتدي نشوف الاهداف دي بقى بالماتريكس دي. كل ما نقيس الموضوع ونشوف تاثير الماتريكس دي مع بعضها عامله ازاي، مش ناخد لقطه منفصله ونشوف نحكم على الكامبين ككل. الحاجه بقى اللي ممكن تكون انت فاتح الحلقه دي مستني لحد دلوقتي، موضوع الاي اي والميديا باينج. هل الاي اي ممكن يقضي على الميديا باينج في خلال الفترات الجايه؟ ودي حاجه مهمه جدا قوي دلوقتي. بص، هو اكون صريح معاك، الاي اي فعلا هياخد جزء كبير جدا من مهام الميديا باينج. ولكن لو انت ميديا باير وعاوز تحافظ على نفسك في ظل الظروف الراهنه والقادمه في موضوع الذكاء الاصطناعي والاي اي، فلازم تفهم المنصات بتعمل ايه، وانت ممكن تعمل ايه بشكل مانوال او بشكل بشري، تبقى تدعم في نفسك وتثقف في نفسك اكتر بكتير الفتره الجايه. طب المنصات بتعمل اوتوميتد بيدنج طبعا، تعمل اودينس اكسبانشن، تعمل كريتيف اوبتمايزيشن، تعمل بادجت اوبتمايزيشن، بتعمل كامبين اوتوميشن واوبتمايزيشن. فاذا الوظيفه دي ممكن تموت ولا لا؟ والله الميديا باير اللي كل قيمته انه بيعرف بس يدوس ازرار وبيعمل كل الحاجات السابقه اللي قلنا منصات ابتدت تأتمتها وهتأتمتها اكتر الفتره اللي جايه، فانت معرض لخطر كبير جدا ان انت تستبدل. ولكن الشخص اللي بيفهم البيزنس كويس قوي، وبيفهم الماركتنج كويس قوي، بيفهم الكاستمر بيهيفير كويس قوي، بيفهم الكرييتيف استراتيجي الحقيقيه كويس قوي، بيفهم الداتا، يعني هو اصلا داتا سبيشالست او داتا ساينتست في نفسه كده، وفاهم الارقام وتحليلاتها وربطها مع بعض، فاهم يعني ايه اوفرز، فاهم الايكونومكس اللي حواليك، اقتصاديات وتاثيرها على الاسواق المختلفه، قادر ان انت فعلا تتخذ قرارات حتى لو كانت قرارات جريئه، هتفضل طول الوقت قيمتك اعلى. لان دي من الامور اللي ميبي قدام بالاي اي طبعا تتعمل مع تقدم الكبير جدا في الاي اي والاتمته، ولكن هيفضل جزء كبير جدا برضو معتمد على السنس البشري او العنصر البشري. فتركز قوي في الحاجات دي الفتره الجايه في التعليم، وتسيبك من الحاجات اللي فوق اللي اوريدي بدات المنصات تعملها احسن بكتير من اي ميديا باير شاطر. فالاي اي مش هيقتل الميديا باين او الميديا باير كوظيفه، لكنه هيقلل قوي قيمه الباتن باشر، الراجل اللي كل شويه بيدوس ازرار ده ومالوش استفاده في اي حاجه تانية، ومجرد بس ان انا بعرف اشغل الميتا ادز والكلام ده وكده. ده اللي هيتلغي الفتره اللي جايه، او بالفعل ابتدى يتلغي، والناس بدات تعتمد على نفسها وعلى المنصات دايركت. طيب انا بره المجال خالص وعاجبني المجال جدا وعايز اعرف هبدا من الصفر ازاي في المجال ده. خلينا ناخد رود ماب سريعه كده عمليه. المرحله الاولى طبعا الماركتنج فاندامنتالز زي ما قلنا، انك تتعلم يعني ايه كاستمر جيرني، تتعلم يعني ايه فانل سواء ماركتنج اند سيلز، تتعلم التارجت اودينس كويس، تتعلم يعني ايه اوفر وازاي بنعمل اوفر كويس، تعرف يعني ايه بوزيشننج لاعلان او لشركه او لبزنس او لكده. تاني حاجه او تاني مرحله انت بتخشها موضوع البلاتفورمز بقى، تبتدي بمنصه واحده على الاقل تفهمك هاو تو سينك ادفرتايزنج او هاو تو سينك ماركتنج. يعني تبتدي الاول بالميتا ادز مثلا، ما تشتتش نفسك كتير، تحترف الميتا ادز وتفهم يعني ايه كامبين وازاي الكامبين ستراكشر والدنيا ماشيه ازاي. بعد كده تخش في حته اعمق شويه، ان انت تتعلم تراكنج، تعرف يعني ايه بيكسل اصلا، ويعني ايه بيكسل، ويعني ايه تراكنج كود، وايه البكسلايه دي عباره عن ايه، والكود ده بيعمل ايه، ايه هي الايفنتس اصلا في التراكنج، وايه اليو تي ام، وايه الجي اي 4 والجي تي ام وكل الاختصارات وكل الامور دي. دي مرحله ثانيه في التراكنج لازم تتعلمها وتعرفها. بعد كده تخش على مرحله الكرييتيفز، انك تفهم الهوكس والانجلز والفورماتس والتستنج وتفهم كل شيء عن الكرييتيفز. بعد كده تخش في مرحله الاناليتكس او التحليلات، تبتدي بقى ازاي تعرف تقرا السي تي ار والسي بي سي والسي بي اي والار او اس والسي بي ار وماتريكس كتير هنتكلم عنها ان شاء الله في سلسله بسيطه. وبعد كده تبتدي بقى في شويه براكتس كده، ودي اهم مرحله. ما تتفرجش على 100 ساعه من الكورسات و100 ساعه من الكلام من غير ما تعمل كامبين حقيقيه، حتى لو على حسابك كامبين بفلوس صغيره تجرب فيها، ببادجت صغيره للتجربه، تعلمك الخطوات الفعليه لحد ما تدوس على خلاص الستارت او الحمله اللي خلاص تسبمت. ما تشاهدش توتوريالز كتير وتشوف حاجات كتير قوي وتشتت نفسك، لا حاول تجرب بايدك، التجربه العمليه هتثبت المعلومه كتير. واخر مرحله بقى بورتفوليو صغنن خالص، ما تقعدش بقى إيه تكتب ان انا بعرف فيسبوك ادز وبعرف جوجل ادز وبعرف كذا وانا ميديا بايت شاطر وبشتغل بقالي 7 سنين وكده. لا، دايما توري الناس ان كانت في مشكله وانت عملت استراتيجي معينه حتى لو استراتيجي صغيره كسامبل،
عملت اكسكيوشن للاستراتيجي دي ازاي، ووصلت للريزلتس حتى لو صغيره ازاي، وايه الليرنينج من الموضوع كله. يعني خلي الموضوع لايك ستوري تيلينج للناس في بورتفوليو ظريف خفيف لطيف. نيجي للحته اللي دايما برضو بنستناها، موضوع تقييم الوظيفه. وانا بقيم طبعا من 10 للوظيفه، فتقييمي لوظيفه الميديا باينج في فرص الدخل، هي ليها فرص دخل قويه جدا لو انت بتشتغل فعلا زي ما احنا قلنا في الفيديو كده سابقا، بتشتغل بفهم وبدراسه وبوعي، يبقى انت ليك فرص كبيره جدا انك تحقق دخل قوي من وظيفه الميديا باينج. فانا اديها مثلا من 8 ل 9 من 10. بالنسبه للطلب، انت عليك طلب كتير او الوظيفه عليها طلب كتير في السوق، فهي للاسف الناس بدات الفتره الاخيره تشكك شويه في وظيفه الميديا باينج، وناس تانية عارفه يعني ايه اهميه الميديا باير الشاطر الحقيقي، فهي ما بين هذا وما بين ذاك. فاحنا برضو نديها تقييم من 7 ل 8 من 10. بالنسبه للريموت وورك او الريموت فريندلي، فدي تاخد 10 من 10، لانها تقدر تشتغل من اي مكان في اي وقت مجرد انك معاك جهاز ومعاك انترنت. كفرص فريلانسنج او زياده دخل برضو نديها من 8 ل 9 من 10، اللي هي فرص كبيره جدا. مستوى الضغط والتشكيك في الميديا باير وقدراته نديها تقريبا 10 من 10 في الفتره اللي احنا فيها 2026 2027. الناس بدات تشكك كتير وتمثل ضغط كتير جدا على الوظيفه دي، لان بنتعامل مع فلوس، فمحتاج دايما تكون ابديتد وفاهم يعني ايه فعلا ميديا باينج عشان تحقق من الفلوس دي ارقام كويسه جدا. سهوله البدايات والتعلم والكلام ده هي مش سهله قوي ومش صعبه قوي، فممكن نديها 6 او 7 من 10. التعلم المستمر وضغط انك تفضل على طول ابديتد ومتعلم باستمرار، للاسف هي فيها ضغط كبير انك لازم تكون ابديتد يوم عن يوم، فبنديها تقريبا 9 من 10 او 10 من 10. خطر الاي اي على الوظيفه زي ما وضحنا في الفيديو، وهي للاسف في خطر كبير جدا على وظيفه الميديا باينج من الاي اي، فممكن نديها من 4 ل 5 من 10، وممكن تزيد في خلال السنوات الجايه وتبقى من 2 ل 3 من 10، لان فيها خطر كبير جدا على تاثير مهام الميديا باينج. فرص بقى التطور والنجاح والكلام ده في الكارير والترقي في الكارير بسرعه وكده فرص كبيره جدا جدا، فبنديها من 8 ل 9 من 10. احب اديك كده التقييم النهائي التوتال للوظيفه، بنديها 8 من 10. هي وظيفه ممتازه جدا، لكن زي ما وضحنا فوق مش لاي حد ومش لاي عقليه تفهم يعني ايه ميديا باينج. تاني سريعا في النهايه خليني راجع معاك ان الميديا باير مش الشخص اللي بيعمل اعلانه بس، هو شخص بياخد قرارات مهمه جدا، قرارات ماليه وتسويقيه مبنيه على بيانات وعلى رؤيه وعلى خبرات. وكل ما البادجت بتكبر المسؤوليه بتكبر جدا معاها، ما تفرحش بالبادجت الكبير. ولو عاوز تدخل المجال ده ما تتعلمش بس ازاي تستخدم الادز مانجرز وتعمل بوست وكده، لا، اتعلم داتا، اتعلم بزنس، اتعلم ماركتنج، اتعلم سايكولوجي سواء للناس او حتى للكاستمر بيهيفير، عشان تعرف الناس بتاخد القرارات ازاي وبتفكر ازاي. لكن الادوات اللي انت بتتعلمها الادوات بتتغير وبتتغير باستمرار، المنصات نفسها بتتغير. زمان احنا قوي في شغلنا ما كانش فيه التيك توك، ما كانش لسه فيه منصات، ما كانش في حاجه اسمها ميتا اصلا، كانت فيسبوك وانستجرام كان لحاله، وكان وكل الناس عارفه الكلام ده. كانت جوجل لوحدها، كان في جوجل ادسنس وجوجل ادورز اللي دلوقتي بقت على بعضها جوجل ادز. فالمنصات بتتغير والادوات بتتغير، فما تقعدش تركز مع منصه او تتعلم منصه، اتعلم كونسبت اهم بكتير. الاي اي هيغير حاجات كتير وهيغير افكار كتير وهيغير وظائف كتير احنا كنا اوريدي بنعملها بايدينا، لكن الشخص اللي بيعرف دايما ليه نصرف وفين نصرف وامتى نوقف وامتى نكبر وامتى نغير وامتى نعمل الكلام ده، هو اللي هيفضل الفتره الجايه ليه القيمه. ودي كانت حلقه يعني اتمنى انها تكون كانت شامله ومغطيه جوانب كتير عن الميديا باير، واشوفكم ان شاء الله في حلقات تانيه جديده من بنشتغل ايه، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.